محطتين معالجه، لان بيصرف على البحيره حوالي 45 محطه، تقريبا 10% منهم يا ريس اللي بيعالجوا، والميه بتدخل البحيره من غير معالجه. ده بيأثر بالسلب على الصيادين. عندنا حوالي 6000 صياد تقريبا، ما حدش منهم في الفيوم دلوقتي، متشردين في كل المحافظات. حاجة تانية، المدينة الصناعية عندنا في الفيوم، مدينة صناعية بكومشيم، برضو الصرف بتاعها شغال على بحيرة قارون. الكلام ده طبعا على مدى 15-20 سنة عدوا. فيا ريس كنا عاوزين، طلبت قبل كده واتكلمت مع السيد خالد فهمي برضو مع الوزير بسبب مشكلة بحيرة قارون ومشكلة أرض المحمية. فيا ريت يا معالي الريس الحكومة تشوف لنا حل في المشكلة دي، لأن في أسر كتيرة كل يوم حالتهم بتسوء.